سنو وايت أو بياض التلج. والغابة بقت شكلها مرعب، كل ده وهي لوحدها، وأغصان الشجر قطعت هدومها، وكمان رجليها اتعورت، ما كانتش قادرة تمشي، فقعدت على الأرض وفضلت تعيط. وبعدين بطلت عياط وأخدت نفس عميق وقررت إن هي هتكمل طريقها. فاتفتح قدامها طريق، والطريق ده كان في نهايته نور بيلمع، فبدأت تجري 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 بكل قوتها لحد ما لقت بيت صغير جميل شكله دافي. فدخلت علشان كانت عايزة تنام، فلقت كل حاجة في البيت صغيرة جدا، بس هو كان بيت نضيف قوي وكان مترتب قوي. فلقيت على السفرة مفرش أبيض وشكله نضيف، وعليه 7 أطباق صغيرين، وجنب كل طبق فيه معلقة وشوكة وكوباية، ومتجهز فيهم أكل، وجنب كل طبق عيش. وبعد كده لقيت أوضة صغيرة فيها 7 سراير بس برضو صغيرين، موجودين في صف جنب بعض كده. بس هي كانت جعانة، فأكلت حتة من كل طبق وشربت شوية من كل كوباية. بعد كده حست إنها تعبانة وعايزة تنام، فجربت كل السراير ال7. الأولاني كان ضيق، والتاني كان قصير، والتالت ما كانش على قدها، فقعدت تجربهم كلهم لحد ما وصلت للسرير ال7، وده بقى كان على مقاسها بالظبط. فنامت عليه وراحت في النوم، وكانت بتاكل رز بلبن مع الملايكة كمان. ولما الدنيا ضلمت رجع أهل البيت، وكانوا 7 أقزام بيشتغلوا في منجم دهب. ايه ده؟ ايه الكركبة دي؟ مين قاعد على الكرسي بتاعي؟ وانا مين اكل من طبقي؟ الحقوا مين اللي نايمة في سريري هناك دي؟ وبكده يكونوا عرفوا ان سنو وايت عندهم في البيت. اول ما شافوها كانوا مبهورين بجمالها، وسابوها تنام لحد تاني يوم. ولما جه تاني يوم سنو وايت فضلت تحكي لهم عن حكايتها، فوافقوا ان هي تعيش معاهم، بس على شرط. بصي يا سنو وايت، هو شرط واحد، اوعي تفتحي الباب لحد غريب واحنا في الشغل. الدنيا هنا مش امان، واحنا في غابة، يعني وارد قوي حد غريب يخبط عليكي وتكون نيته وحشة ليكي. فوافقت على شرطهم. في نفس الوقت اللي كانت المراية بتجاوب على الملكة وهي بتسألها زي كل يوم: مرايتي يا مرايتي، قوليلي، هو أنا لسه أجمل واحدة في الدنيا؟ فردت المراية وقالت لها: بصراحة يا مولاتي انتي جميلة جدا، بس هناك في مدينة الأقزام ال7 في واحدة أجمل منك، وهي سنو وايت. فالملكة اتغاظت وتعصبت، وقررت إنها هتقتل سنو وايت بنفسها.